السلام عليكم أعزائي المشاهدين. شوط أول جميل بين التضامن وشباب أكتوبر. حاول شباب أكتوبر أكثر من مرة وحاول التضامن، ولكن التضامن تحصل على ضربة جزاء أضاعها منصور العمري. وتواصل الأداء الجميل بين التضامن وشباب أكتوبر، واستطاع التضامن من هجمة يسجل لهم عبد اللطيف الهاوي الهدف الأول للتضامن من هجمة دخل بها من الظهير لعبها لها محمد حبتور. ومعنا المعلق الرياضي الكبير فايز المحروق الذي أطرب الجماهير محافظة شبوة بتعليقاته الجميلة، وذكرنا بأيام الزمن الجميل للمرحوم محمد يسلم برعي. ماذا تقول عن هذا المباراة؟ بداية تحية لك زميلي محمد، وهي أيضا تحية لكل من يتابعنا في هذه اللحظات الأثيرية. طبعا زميلي محمد تحية لك، وأنت أتيت من عاصمة المحافظة لمتابعة هذا اللقاء الكبير. حقيقة لقاء كبير اليوم يحتضنه ملعب البراح هنا الشهير بمديرية حبان. طبعا كما شاهدنا محمد إجمالا، طبعا التضامن أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بأن تغير ميزان اللعب، لكن للأسف الشديد ضاعت ركلة جزاء. ولكن التضامن استطاع أن يتدارك ضياع ضربة جزاء وأن يتقدم بهدف عند الدقيقة 42 التي أجاءت بتوقيع عبد اللطيف الهاوي. نتمنى التوفيق أيضا لكل الفرق في لقاء اليوم. ومعنا الزميل أبو محمد الشيبة الذي يعمل لكم البث المباشر عبر صفحته، وهو الرياضي قديم من أبناء مديرية حبان. ماذا تقول عن الشوط الأول؟ صراحة الشوط الأول كان ممتاز لنادي شباب أكتوبر. أضاعوا فرصة في الخمس دقائق الأولى كانت سوف تغير مجريات المباراة، وتحصلوا على فرصة في الدقيقة تقريبا 18 وأضاعوا فرصة ثانية. نعم، وتلقى نادي التضامن ضربة جزاء وأضاعها منصور العمري، من ثم عوضوا بهجمة مرتدة وأحرزوا الهدف الأول. اللعب اليوم متكافئ بين الفريقين. شباب أكتوبر نسبيا أفضل في الهجمات الطولية، أما نادي التضامن يلعب لعب قصير، وهذا الذي أنجحهم إلى هجمات مرتدة. شوط أول ممتاز، وبإذن الله نشوف شوط ثاني مغير للأداء، وبالتوفيق لنادي شباب أكتوبر إن شاء الله. بالتوفيق للتضامن وشباب أكتوبر. وبالتوفيق للتضامن وشباب أكتوبر في الشوط الثاني. ماذا تتوقع فايز التضامن شباب أكتوبر؟ والله زميلي محمد هدف واحد طبعا لا يطمئن. لا يطمئن. نعم. نعم. والأخ